السلام عليكم وليداتي ديال السنة الأولى إعدادي. مرحبا بكم في قناتكم دابا فهمت. اليوم إن شاء الله غادي نفهموا واحد الدرس زوين بزاف وساهل ديال الرياضيات. عرفتي راه ساهل بزاف، ولكن بزاف ديال التلاميذ كيخافوا منه، ما عرفتش علاش. عرفتي هاد الدرس راه زوين بزاف. الدرس ديالنا هو الكتابة الكسرية، مقارنة الكسور، ونوريكم كلشي بالفرنسي سميتو لي نومبر اون اكريتور فراكسيونير. ما تعقدكم الفرنسية، عرفتي الرياضيات غنتعداو عليها وغادي نشرحها لك بالدارجة حتى تكون عرفتي تمشي تخدم داك التمارين كاملين اللي كاينين في الكتاب المدرسي. وغادي نتعلموا حتى كيفاش نكتبوا الكسور، شنو هو هذا الكسر، شنو هادشي كامل غادي نخدموه ان شاء الله. صافي، اذا بلا ما تخافوا، بلا ما توتروا، بلا حتى شي حاجه، جيبوا لنا ورقه وستيلو ديالكم واجي تفهم معايا. قبل ما ندخل معاك انا كاع للدرس، نجي عافاك واحد النهار كنتي معروض عند صاحبك، مشيتي لعيد ميلاد باش ما يتقلقوش منا الوليدات، ددنا ليهم الزرق، البنيتات حتى هما راه ددنا ليهم الغوز، المهم كلشي يبقى على خاطره. صافي، هانتوما مشيتوا لهداك العيد الميلاد، يا سيدي كاين العواصر، كاين كلشي، وكاينه واحد الكيكه كبيره. ها هي الكيكه ديالنا. ايوا شنو خاصكم ديروا لهاد الكيكه في نظر؟ صافي راكم احتفلتوا عيد ميلاد سعيد، ايوا جات الوقت ديال الماكله، ياك الوقت المعالجه. شنو خاصنا نديروا؟ واش هاد الكيكه غيديها فينا واحد اللي عنده عيد ميلاد هو اللي غياكلها بوحده؟ ما نساوش نشعلوا بعدا الشميعات ديالنا، راه نسيت ما شعلتهمش انا. شوفوا، دابا ملي غادي يسالي عيد ميلاد، واش واحد اللي غادي ياكل هاد الكيكه صافي غيديها غير مول عيد الميلاد، ولا كيفاش شنو غنديروا ليها؟ برافو عليك، يعني خصنا نجيبو موس ونقسموها. وباش نقسموا هاد الكيكه غادي خصنا موس ونبداو نقسموا فيها. اجي دابا حنا نبقاو نشوفوها من الفوق، ياك الكاميرا كتصورها من الفوق. ها هي الكيكه ديالنا. دابا هاد الكيكه هادي شنو كتسمى؟ كيكه. شحال فيها من كيكه؟ فيها وحده. اذا شنو كنديروا ليها؟ كنديروا ليها كيكه. شحال من كيكه عندنا؟ كيكه. يعني كيكه ما درت ليها حتى شي حاجه، كتسمى واحد على واحد. مزيان. دابا حنا هاد الكيكه من بعد ملي الوالده ديالكم ولا ماماكم اللي كطيب لكم شي حاجه، شنو كدير ليها؟ كتقسمها من النص، هي الاولى. شوف، ها هي هاد الكيكه هادي هزاتها الام ديال اللي عنده عيد ميلاد هذاك صاحبك، قسماتها لينا بحال هكا. اشنو غتولي دابا؟ شنو غتولي الا قلت لك اسيدي صافي هاد الطريف هذا شنو كيتسمى؟ هذا اللي ملون، هذا اللي ملون شنو غيتسمى؟ غيتسمى راه خديت واحد الطريف هذا، خديت واحد. شحال فيها من بلاصه؟ شحال فيها بلاصه جوج، اذا على جوج. برافو، قسمتها على جوج. تري بيان. اجي دابا واش غنقسموها غير على جوج؟ واش حنا كيكون عندنا غير جوج الناس في عيد ميلاد؟ لا، يعني غنقسموها بحال هكا، وغنقسموها عاوتاني هكا. مثلا دابا الا قلت لك هذا شنو كيتسمى؟ برافو، خليه. اجي دابا نزيدو نقسموها حيت حنا راه بزاف. شوف هانتايا بحال هكا هكا هكا. وعاوتاني الام مازال الوليدات كتار، عاوتاني حيت هي قسمتها هكا، جاوها مازال الوليدات راهم كتار، وزادت عاوتاني قسمتها لينا هكا بحال هكا. شوف معايا، شفتي بدات كتقسمها. دابا ولات عندنا كيكه مقسومه، كل واحد غادي ياخذ الطريف ديالو وغادي يشربوا مع العصير، ياك؟ وشوف معايا دابا هنايا شنو درنا؟ شحال من بلاصه كاينه؟ علاش شحال مقسومه هاد الكيكه؟ مقسومه على جوج، ها انا كتبتها هنايا لتحت. وشحال من واحد خديت؟ هذا اللي ملون خديت واحد. صافي، اذا واحد على جوج. شوف هنايا شنو شحال من طرف كاين؟ واحد جوج. على شحال مقسومه؟ واحد جوج ثلاثة أربعة. برافو عليك. اذا شحال غنكتب لتحت؟ 4 ديال الطروفه. شحال اللي ملون؟ وحده. شوف هنايا شنو غادي ندير ليها؟ يلا صوبوا هادي نشوف. شوف، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة 8. إذا شحال من طرف غادي نكتب لتحت؟ شحال؟ 8. إلا خديت أنا غير هذا وخديت عاوتاني هذا مثلا، وخديت عاوتاني هذا، اذا شحال اللي ملون؟ شحال غنكتب هنا؟ ما غنكتبش واحد، علاش؟ حيت شحال ملون؟ واحد جوج ثلاثة، اذا 3. برافو عليك. نجيو نشوفوا دابا هنا، يلا نشوف واش غتخدموا هادي. يلا خليو ليا في التعاليق وشحال غادي نديروا هنايا. مثلا الا خديت هذا اللي ملون
فوالا. هاد البنيته مثلا خدات حتى هي هاد الطريف هذا مثلا، وهذه وهذا، يلا وهذا. يلا كتبوا لي في التعاليق شحال غادي نديرو هنايا، شحال غادي نديرو هنا. برافو. اذا كان الجواب ديالكم هو، غنشوفوا شحال كاين من طريف. غنبداو من هنا: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. برافو. اذا غادي نكتب 16 لتحت، 16 طرف. شحال اللي ملون؟ 1 2 3 4. اذا 4 خديت 4 ديال الطروفه من 16. تري بيان. اذا دائما لتحت شنو كنكتبوا فيه؟ كنكتبوا فيه عدد ديال القطع، والفوق شحال كنكتبوا شحال خدينا، شحال اللي ملون. برافو. واش دابا نفهموا الدرس ونعرفوا؟ اذا الا فهمتي هادشي صافي، الدرس راه ساهل. شوف معايا، شوف، عطيوني شي عدد مثلا. شوفوا دابا مثلا غادي نكتب هنايا، نكتبوا مثلا 4 على 8. صافي، 4 على 8. عرفتي كل واحد عنده سميتو. اجي نعطيك السميات. شفتي هذا اللي الفوق سميتو نوميراتور، سميتو نوميراتور. بحال هكا كتكتب. برافو. وسميتو بالعربيه استاذه؟ سميتو البسط، سميتو البسط. صافي، غنبقى نكتب لكم بعربيه وبفرنسي باش تفهموا مزيان. تري بيان. وشنو سميت هذا الكسر هذا شنو سميتو؟ سميتو كسر. انا قلتها لكم سميتو كسر باللغه العربيه، سميتو الكسر. ولكن بالفرنسي شنو كنسميوه؟ برافو، فراكسيون. هذا سميتو فراكسيون، بحال هكا، فراكسيون. تري بيان. وي دابا عرفنا شنو هو البسط، عرفنا شنو هو الكسر، ياك؟ شنو بقى لينا هذا اللي لتحت. ما كنسميوش هذا اللي لتحت، كنسميوه اشنو؟ كنسميوه باللغه الفرنسيه كنسميوه، برافو، كنسميوه دينوميناتور. بحال هكا كتكتب دي نو مي ناتور. برافو. شنو هو دونوميناتور بالعربيه؟ اللي هو المقام. اذا دابا الا فهمتي هذا الدرس كامل ساهل. شوف معايا دابا هادي انا درتهم لكم بالالوان، يعني ساهل دابا. صافي، ما غاديش تلفوا. والله اجي دابا نوريكم واحد الحاجه حتى هي قاعده. عرفتي شنو القاعده؟ كتقول لنا، كتقول لك كتب اللي بغيتي. هنايا انت حر، كتب الاعداد اللي بغيتي، حنا ماشي شغلنا، ياك؟ ولكن لتحت هنايا شنو كيقول لك؟ تيقول لك ممنوع تلقى فيه صفر. لا، كتب اي عدد لتحت، ولكن صفر لتحت ممنوع، خطا، ما تبقاش تكتبها. صافي، ما تبقاش تكتب صفر نهائيا. ما كايناش صفر لتحت، ما كايناش صفر. شنو سميت لتحت؟ سميتو المقام. دونك شنو غيكون سؤالك دابا؟ واستاذه انا دابا هادشي فهمته، ولكن كيفاش غادي ندير التمارين؟ غادي نقول لك الا فهمتي هادشي صافي التمارين ساهلين، اجي نخدموهم. غادي نقول لك ها هو التمرين. شوف كيف ما حطيت لكم في قناه ديال دابا فهمت، راه غتلقاو هاد الورقه هادي وخدموها، وعاد اجيو نخدموا انا وياكم. شوفوا الا لقيتو اختزل بالفرنسيه هي سامبليفيكاسيون، هي الاختزال. برافو. يعني الا لقيت هادي غادي نعرف بلا يقول لي اختزل. وانا استاذه كاع ما عارف شنو هو اختزل، غادي نقول لك شويه عليك، اجي نشرح لك شنو هي اختزل. واخا انا عارف قريتيها غادي نعاود نشرحها لك. ناخذ هاد المثال اللي اجي نقلوها باش نخدموها. عندنا يعني العمليه كتساوي لنا 25 على 15. اذا واش العمليه ديالنا صحيحه؟ علاش؟ حيت هنا ما فيش الزيرو، اذا نقدر نخدم على راحتي. برافو. واش دابا نشوفوا شنو هي سامبليفي اولا سامبليفيكاسيون؟ هي اختزال. كيفاش غادي ندير انا باش نختزلها؟ غادي نصغرها. الاختزال هو صغرها. شوف الاعداد هنايا كبار، 25 و15. انا ما بغيتش هادشي، انا بغيت واحد العدد يكون صغيور. صافي. ولكن قبل ما نخدم خاصني نعرف جدول الضرب. ضروري خاصكم تحفظوا جدول الضرب، ولكن نتوما مازال ما حافظينوش. خليو ليا في التعاليق باش نوريكم واحد الطريقه تخدموا بها. صافي، يلا جي دابا نخدموا.
دابا مثلا هاد العدد راه كبير، كيفاش غادي ندير له؟ غادي ندير تساوي تحت تساوي، عفوا ما تبقاش دير تساوي هنا، دائما تساوي تحت تساوي. مزيان. من بعد شنو خاصني ندير؟ دابا شوف انا عندي 25 وعندي 15، اذا هادشي كبير بزاف. شنو خصني ندير باش تكون عندي 15 صغيوره؟ دابا 15 شي عدد كنضربوه مثلا في عدد كيعطينا 15. شنو هو جدول الضرب؟ يلا راجع معايا. برافو. اذا جدول الضرب ديال 3 في 5 يساوي 15. تري بيان. اذا دابا شوف هنايا 3 في 5 يساوي 15. والفوق حتى هو خاصنا ما نخرجوش على هذا الشيء. يا اما واش كاين شي عدد كنضربوه في 3 كيعطينا 25؟ لا ما كاينش. كاين شي عدد كنضربوه في 5 كيعطينا 25؟ يلا رجعوا معايا لجدول الضرب ديال 5. شي عدد كنضربوه في 5 كيعطينا 25. برافو. اذا كاين هو 5 في 5. 5 في 5 يساوي 25. اذا دابا شوف معايا راه نقدر ندير سامبليفيكاسيون اللي هي الاختزال. شوف دابا هذه 5 وشوف هذه 5، نقدر نضرب عليهم في بجوج بيهم، يعني ضربت لتحت وضربت الفوق، ولكن خص يكون عندنا بحال الفوق بحال نوميراتور بحال اش؟ بحال دينوميناتور. برافو. اللي هي بحال المقام بحال المقام بحال البسط، ضربت عليهم بجوج. ودابا غادي تبقى لي التبسيط ديالي واحد العدد من 25 على 15 غتولي عندي غير 5 على 3 وهنا ساليت. ولكن استاذه انا مازال ما فهمتش وما عرفتش كي درتي ليها. غادي نقول لك بزاف ديال التمارين مازالين، غير ركز معايا واجي نعاود نشرح لك. ناخذ العمليه بي. شوف معايا بي يساوي 75 على 100. تري بيان. اذا فينا هو نوميراتور ديالنا راه هو 75 البسط، وفينا هو فراكسيون راه هو هذا الكسر هذا، وفينا هو دينوميناتور راه هو هذا اللي لتحت. تري بيان. دابا شنو خصنا نديرو ليها؟ عاوتاني هذا راه كبير وحتى هذا راه كبير، شنو خصنا نديرو باش عاوتاني يكون عاوتاني صغير بحال هكا غير رقم صافي؟ شوف شنو غادي ندير له. غنديرها دائما تساوي تحت تساوي. ودابا اجيو نخممو على شي حاجه كنضربوها، ياك شي عدد كنضربوه وكيعطينا 100 او لا 75، يعني الفوق والتحت خصهم يكونوا بحال. اجي نشوفوا 100 نقدروا نضربوها في شحال باش تعطينا؟ مثلا ناخذوا 5 نقدروا نضربوها فاش؟ في 20. برافو. اذا خاصني ما نبدلش من هادو الفوق، يا اما نحط هادي ولا هادي نضربوها في شي حاجه تعطينا 75. واش كاينه شي حاجه؟ يلا دابا خصنا نمشيو، يعني حنا ما حافظينش الضرب ديال 20، حافظين الضرب ديال 5. اذا نحط ليا 5 هنايا ضارب يلا شي حاجه كنضربوها في 5 كتعطينا 75. يلا دابا الا جينا ضربنا 5 مثلا في 9 عطاتني يلا 45، يعني ما وصلش 75. 5 في 10 50، يعني خاصني نزيد 5 في 11 55. 5 في 12 يعني كنبقى نزيد ونستعمل غير الوسخ ديالي حتى كنلقى بلي 15 في 5 يساوي 75. ودابا ها هي عندي بعدا ها ولات سهله شي شويه. شنو خاصني ندير؟ ركز معايا. اذا دابا ولات عندنا عاوتاني هنايا 5 اذا نقدر انني نختزلهم صافي. مزيان. ولكن يا استاذه انت هنايا حصلتي غير على 5 على 3 صافي، وهنا راه مازال كبير. شوف معايا 15 على 20 مازال كبير. واش نقدر عاوتاني نختزلو؟ شوف معايا واش تقدر تختزل شي حاجه كضربها، شي حاجه كضرب شي جدول الضرب كتعطيك 20 وعاوتاني شي حاجه كضربها كتعطيك 15. شوف معايا. برافو. اذا كاينه عاوتاني 5 نقدروا نضربوا 5 في ماذا؟ 5 في 4. ولكن بما اني درت هنا 5 ضروري خاصني ندير يا اما 5 يا اما 4 هنايا ضروري. اذا واش كاينه شي حاجه كضربها في 4 كتعطيك 15؟ ما كايناش. اذا الضرب ديال 4 ما فيهاش ماشي حاجه كنضربها كتعطينا 15. اذا و5 واش ممكن؟ استاذه كاينه 5 في 3 يساوي 15. اذا هنايا شنو عاوتاني المشكل؟ عاوتاني هنايا بحال اللي كنفككوها. شوف هذه فككناها. اذا دابا كاينه عاوتاني 5 هنا 5 هنا، شحال بقات لينا؟
بقات لينا 3/4. واش كاينه شي حاجه عاوتاني نقدروا نقسموا هادشي؟ اذا ما كاينش، غنخليوها هكا وانا ساليت. استاذه انا راه يلاه بديت كنفهم، زيدي معنا عافاك شي عمليه. غادي نزيد معاك هاد العمليه حتى هي. شوف معايا واحد العمليه اخرى، هذه رقم ديالها سي. شوف معايا 1.2 على 1.8. استاذه دخلتي لنا هادشي فيه الفاصلات وانا ما كنحملهمش. فراسك اليوم غتولي عزيزه عليك هاد الفاصله هادي حيت ساهله بزاف. شوف معايا ناخذ ورقه واجي نعطيك واحد القاعده ما عمرك غتنساها. اون فوا مع غادي تشوف هذيك الفاصله، اجي خدم. شوف الدبانه حتى هي باغا تقرا. شوفوا مع غادي تشوف هاد الفاصله خصك ضروري تمشي دير واحد الحاجه. مثلا الا شفت 1.2 ياك 1.2 على مثلا مثلا هنايا 2.5 مثلا، شنو خصني ندير؟ كندير تساوي تحت تساوي. شوف فاصله شحال موراها رقم واحد. اذا غنجي ندير 10 هنا وغندير 10 هنا صافي. علاش؟ حيت موراها غير رقم واحد درت 10. غادي ندير ضارب وضارب وغادي تجي تحط العمليه ديالك اللي هي 1.2 2.5. عرفتي شحال كتولي تعطيك هذه؟ عرفتي شحال كتولي تعطيك ملي كنضربوا 10 في 2.5 كتولي تعطيك 25 ديريكت. يعني هاد الفاصله كتحول صافي، كتمشي بحال قلتي كتمشي هي وال10 صافي كتولي 25. 1.2 حتى هي كتولي 12. برافو. اجي نعطيك واحده اخرى. اجي شوف معايا مثلا هنا عطينا 3.5 وهنا عطينا 2.4. شنو خاصني ندير؟ ضروري شفت الفاصله حط ستيلو. اول حاجه خصك دير كتمشي دير تساوي وغادي تضرب شحال موراها صفر. موراها رقم واحد مورا الفاصله موراها رقم واحد. يعني دير 10 هنا ودير 10 هنا. عمليه الضارب هكا. شنو غادي نديرو؟ شنو غادي نجيبو 3.5 ديالنا نجيبو 2.4. شنو دابا غادي نديرو؟ صافي الفاصله بحال قلتي كتمشي الفاصله مع العشرة كتولي هنايا 35 وهنا 24. هنا سهلتها شفتي. يعني ما كتبقاش عندنا فاصله تشوفها خصك طيرها. استاذه هو شوفي هاد نشوفكم واش فاهمين. يلا عطيتك مثلا 23 فاصلة 43. هنا عطيتك مثلا 20.48. يلا شنو غنديروا ليها؟ غنحط ستيلو هي اول حاجه ونجي نفكر باللي راه فيها فاصله. اذا خصني ندير تساوي وهنا فاش غادي نضرب ماشي 10. علاش؟ حيت شوف رقم واحد جوج ديال الارقام يعني جوج ديال الاصفار. عاوتاني جوج ديال الاصفار. غندير ضارب هنا ندير ضارب هنا صافي. وكتب عاوتاني الرقم ديالك 23.43 20.48 دير تساوي تحت تساوي. اذا دابا كيمشيو لينا هاد بحال قلتي كتمشي لينا هاد الفاصله مع هاد 100 صافي. شنو غتولي 23 تولي بحال هكا 2343 وهنايا غتولي 2048. ودابا عاد خصني ندير ليها الاختزال الطريقه اللي كنت كنشرح لكم قبيله هنايا وهنايا. اجي نخدموا هذه نشوفوا واش فهمنا. يلا شوف معايا غادي نجي فيها فاصله حط ستيلو حتى تفكر. يلا جي دابا نخدموها. غنديروا بحال هكا ضارب حيت فيها فاصله. شحال مورا الفاصله؟ فيها مورا الفاصله واحد. يعني غنديروا ضارب 10 يعني نحطوا العدد ديالنا كما هو وعاد غندير تساوي تحت تساوي. دابا بحال شنو قلنا؟ بحال كتمشي لنا هاد الفاصله كطيرها هاد العشرة. شنو كتولي 12 على 18. ودابا واش نقدر نخدمها؟ استاذه دابا نقدر نخدمها حيت ما فيهاش الفاصله هنا. اذا الا كنتو حافظين جدول الضرب راه غتعرفوا باللي 6 في 3 يساوي 18 و6 في 2 يساوي 12. اذا اش برافو عليكم. هنا عندنا 6 وهنا عندنا 6 نقدروا نختزلوها. شنو غادي يبقى عندي؟ غادي تبقى عندي 2 على 3 وهنا ساليت. واش نقدروا عاوتاني كاين شي مضاعفات مشتركه ما بين 3 و2؟ ما كاين. قواسم ما بين 2 و3 ما كايناش. اذا هنا ساليت. بقات لينا العمليه دي يساوي 3
0.2، هنا عندنا 0.48. يلا خرجوا لي هادي، عرفتي هادي راه بحال 3.2 بحال 3.20 بحال بحال. يلا خرجوا لي هادي نشوف. وما تنساوش تتابعونا على قناة دابا فهمت، مازالين غادي نصحوا التمارين كاملين ان شاء الله، وغادي نخدم معكم حتى الفرض باش تجيبوا نقطة زوينة ان شاء الله. شكرا على المتابعة، تلاقاو في فيديو جديد. وما تنساوش تخليو لي في التعاليق كي جاكم الشرح واش فهمتوا ولا نعاود نشرح من جديد.